السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله باحسن الاحوال. كيف ديما شعارنا لا للحرمان. اذا كما كتشوفوا وصفتنا اليوم اكيد شفتوها من العنوان، انه كيكه بدون دقيق ابيض. كيكه بدقيق الشعير اللي كنعرفوا فوائد ديالو بزاف بزاف بزاف، واللي بغى يعرف الفوائد اكثر واكثر فما عليه الا بالشيخ جوجل، راه غادي يعطيه معلومات يعني قيمة على دقيق الشعير. إذا الكيكة بالشعير ما فيها أي نوع من دقيق تاني غير الشعير، وفيها بعض المنكهات اللي غيعطيونا واحد الكيكة اللي هي تكون صحية أكتر وأكتر. كما كتشوفوا كتجي رائعة وشكلا ومذاقا، وبالنسبة للتزيين فانتم راه كتختاروا أي تزيين كتبغيو للكيك. هاد الكيك مناسب للناس اللي كيتبعوا اي نظام حميه، يعني اللي كيبغيو الاكل الصحي، الناس اللي عندهم مرض السكري. واكيد اكيد ديما المرض السكري واخا لا للحرمان، لكن كل شيء باعتدال، يعني ما نكتروش من الحاجه. كما كتشوفوا الكيكه كتجي رائعه سواء كليتوها في نفس اليوم او لا خليتوها حتى الغد الليل. اذا نبداو على بركه الله. المقادير عندي هنايا 6 ديال البيضات. كي كتشوفوا الحجم ديالهم صغير، الا عندكم البيض كبير فاستعملوا غير 4 ديال البيضات، فانا كان عندي حجم صغير فاستعملت 6. عندي بديل السكر ستيفيا، وعندي زيت زيتون، نص كاس ديال زيت زيتون، كاس ديال الحليب اولا ديال اللبن اولا ديال الماء اولا ديال الياغورت اولا يعني نتوما كتختاروا اي نوع سائل. هنا عندي دقيق الشعير اللي غادي نستعمل 2 كيسان ديال دقيق الشعير. وعندي بيكين باودر او خميره الحلويات، الملح، فانيلا، الخل الابيض، واحد ملعقه صغيره. هنايا المنكهات اللي قلت لكم غادي نستعمل فكيعطيو فعلا واحد المذاق رائع للكيكه. غيكون عندي نجمه اليانسون او الباديان، بطبيعه الحال غادي نطحنوها باش تعطينا غبره. عندي بودره ديال الزنجبيل او السكنجبير. عندي القرنفل او المسمار حتى هو كنطحنوه كناخذوا البودره ديالو. هنا عندي الهيل او قعقله كيكون مطحون، وبطبيعه الحال القرفه او الدارسين، وجوز الطيب او الكوزه. اذا الكميه كتبقى على حسب الاختيار، بطبيعه الحال ما كنكثروش من القرنفل ويعني او الزنجبيل باش ما يعطيوناش واحد المذاق اللي كيكون مر. اذا نبداو الطريقه. الفيديو راه شارح نفسه. فهنا كما قلت لكم عندي 6 ديال البيضات. وكما متعودين عليا دائما، اللي كيعرف سميتو راه كتلقاو المكونات مكتوبه في اسفل الفيديو او في صندوق الوصف، اللي بغى يعني يجرب الكيكه. اذا من بعد ما درنا دوك 6 ديال البيضات اكيد كيكونوا درجه حراره المطبخ، كنضيفوا لهم بديل سكر ستيفيا. هنا استعملت واحد 3 ديال لي ساشي او اي نوع من محلي اللي مسموح لكم، سواء الناس اللي عندهم السكر او الناس اللي كيتبعوا نظام يعني صحي. المهم بديل السكر. الناس اللي ما عندهمش مشكل ممكن انهم يستعملوا تمر او دبس ديال التمر او العسل، فتا هما صحيين. غير احنا بالنسبه للماء السكر فما كنستعملوش بزاف. ف التمر كتاخذوا التمرات مثلا واحد 8 ولا 10 ديال التمرات كديروهم في الماء السخون اولا كديروهم في داك الحليب سخون وتخليوه حتى كيبرد وكطحنوه مع المواد الثانيه. اذا هنايا من بعد ما طربنا البيض وطلعنا مزيان مع السكر، هنايا كنضيف زيت زيتون، ممكن تبدلوه بالزبده او زيت جوز الهند، فلكم الاختيار. كما قلت لكم كيكه صحيه فحاولنا اننا نديرو كل شيء يكون صحي. هنايا ضفت الحليب او الكريمه او يعني كاين حليب اللوز، كاين حليب جوز الهند، كاين الكريمه، كاين حليب عادي او دانون، يogurt يكون طبيعي. وضفت الفانيلا كمنكه يعني باش نحيدو ديك الصفرة ديال البيض. هنايا ضفت الكاس الاول ديال الشعير. بالنسبه لهاد الكيسان راه كيهزوا ليا 200 ملي. والشعير كان كل كاس كياخذ 120 غرام، يعني المجموع 240 غرام ديال دقيق الشعير. هنايا ضفت واحد الملعقه صغيره ديال عاود ضفت واحد الملعقه ديال الشعير، لكن بصراحه ماشي ضروريه، غير ما عرفت انا شنو مالي الزبده. صافي. هنايا غادي نضيف المنكهات او التوابل اللي غادي
نكهو بها الكيك. اذا اللي قلنا جوز الطيب، الباديان، هنايا ملعقه كبيره ديال البيكين باودر او 14 غرام او لا 2 خميرات ديال 7 غرام على حسب شنو كتستعملوا، وديك ملعقه كبيره او صغيره ديال الخل الابيض او خل التفاح. هنايا كاضافه كان عندي ديك زبده ديال اللوز، هذه ماشي ديال الفول السوداني، هذه ديال اللوز، كانت عندي فوق الطبله وانا نضيفها وفعلا عطات حتى هي مذاق زوين. فهذه غير كاضافه يعني ماشي ضروريه في الكيك. وهنايا ديك جوز الطيب او الكوزه، واحد الرشه ديال جوز الطيب او الكوزه صافي. اذا الخليط كيكون هو هذاك. اذا ممكن تستعملوا اي نوع خلاط، يعني حتى الخلاط ديال العصير ف قاضي الغرض. اذا هنا كنجيبوا المول كندهنوه، كتشوفوا نتوما الشكل ديال الكيكه اللي بغيتوها مدوره ولا مستطيله او لا مربعه، المهم راكم الاختيار في نوعيه ديال المول. هنا كان عندي المول تقريبا فيه 21 حتى 22 سنتيمتر. التزيين كما كتشوفوا هنايا ضفت الجوز او القرقع من الفوق. ممكن تضيفوا اي شيء، يعني نتوما لكم اختيار، ممكن تخليوها غير هكاك عاديه بدون اي اضافه. بالنسبه للفران، انا ديما الكيك كندخل الفران يكون بارد، عندي فران ديال الغاز وكطيبوه من التحت، من بعد كيبقى ديك 5 دقائق كتحمروها من الفوق. واكيد كتختبروا الكيك ديالكم كتدخلوا فيها واحد العود خشبي او السكين من الوسط، خصوصا من الوسط الا كانت عندنا كيكه مدوره، وكتشوفوها يعني كيطلع لكم البيك ناشف او العود او السكين كيكون ناشف. اذا هنا من بعد ما طابت لنا الكيكه كما كتشوفوا كتجي فعلا سواء الريحه والشكل ديالها جات محمره زوينه غزاله واهم شيء لذيذه، واهم لاهم انها صحيه. المهم انا ديما الكيك ديما كنحاول انني ديما كنقلبوا على واحد الشبك، يعني باقي كيكون سخون، يعني باش كنخليه يبرد وهكاك باش ما كتعرقش ليا الكيكه من التحت. كما كتشوفوا راه الدخاخن باقي كيخرجوا منها. وبطبيعه الحال ضروري الكيك ضروري نغطيه بواحد الفوطه حتى كيبرد لينا تماما. كما قلت لكم بالنسبه للتزيين، انا كما شفتوني درت الجوز او الكركاع، فانكم ممكن تضيفوا قطع ديال التمر. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش السكر ممكن ترشوها بواحد شويه ديال البودره ديال السكر او سكر بودره، المهم كتزين، او شويه الكراميل، المهم لكم الاختيار. سمحوا لي كنكح. المهم الكيكه ديما كيما التزيين كيبقى ديما على حسب الشخص، يعني كي كيشوف الكيكه قدامه شنو غادي يدير. هذا كيك يومي اللي كنفطروا به او كتاكلي به واحد كتاكليه مع واحد او تشربي تلفات ليا كاع كتاكلي الكيكه مع واحد كاس ديال القهوه ولا كاس ديال اتاي، كيجي فعلا رائع ولذيذ، واهم شيء كما كنقولوا صحي ولا للحرمان. ف فنقول لكم شكرا لكم على المتابعة اللي وصل بطبيعة الحال حتى البلاصة هذه من الفيديو، ونقول لكم لا تنسوا الاشتراك. مع السلامة وفي أمان الله.